السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي رجاله، يوم جديد وحلقة جديدة. والنهارده ان شاء الله هنتكلم في الحل والعلاج الجذري لمشكلة انا عندي زغلول صغير وزغلول كبير في المحضن يا رجاله. اتمنى طبعا لو بتشوفني لاول مرة ما تنساش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة احنا بنقدمها. ما تنساناش باللايك الجميل، اللايك بيرفع الفيديو فبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا الحلقة ويستفيدوا بيها، وده الهدف من الفيديوهات. حبايبي رجاله صباح الفل. شوفوا يا شباب، اي حد فينا بيربى حمام بيتمنى ان هو يفرخ الزغلولين، ما يفرخش واحد ويسيب واحد. فما بالك بقى بتبقى النتايه بيضت البيضتين طلعت الزغلولين، بس كل مشكلتنا البسيطه زغلول صغير وزغلول كبير. هل ليها حل؟ طبعا ليها حل. كنا زمان فاكرين ومتخيلين ان النتايه بتبيض البيضه الاولانيه فبترقد عليها وبترجع بعد كده تبيض البيضه الثانيه فبترقد عليها، فزغلول بيطلع قبل زغلول وبالتالي واحد بيكبر قبل الثاني. ودايما كنا نقول عايزين نحل المشكله ديت بان احنا نشيل البيضه الاولانيه لما تبيضها، ولما البيضه الثانيه نقوم مرجعين البيضتين جنب بعض. وده كلام ما كانش مظبوط يا رجاله، وكلام ما كانش صحيح. الانثى او النتايه او الذكر بيناموا على البيض بعد ما بتبيض البيضه الثانيه قولا واحدا. طب في حالات وليد بتنام على البيضه الاولانيه بنسبه 95% بتنام على البيضه الاولانيه لو هي مش ناويه تبيض البيضه الثانيه خلاص، او ان هي هتبيض بيضه واحده. فدي الحاله الوحيده اللي بتخليها تنام على البيضه الاولانيه خلاص وتبدا ترقد عليها. طيب يا وليد انا عندي بقى مشكله نبص مثلا كده على الطبيعه، نشوف نمسك الزغال كده بايدينا كده ونتكلم عليها على الطبيعه. تيجي مثلا تبص تلاقي يقول لك والله ليه ده انا يعني مش عارف اعمل ايه، انا عندي في المحضن واحد ليله كده صغير وواحد تاني مريش وكويس وتمام التمام، وانا بيني وبينك يعني انا عايز احافظ على الزغلولين، عايزهم الاثنين يكبروا. الحل ايه والعلاج ايه؟ بصوا يا شباب، يعني ده قد ايه؟ يعني الزغلول ده قد ايه مثلا في الحجم؟ ما شاء الله ربنا يبارك، تمام؟ وده قد ايه؟ تيجي فعلا في المحاضن بتاعت الناس او بتاعتي انا شخصيا، ما هي المشاكل اللي عندكم هي المشاكل اللي عندنا، تلاقي مثلا زغلول الحجم ده كده وزغلول الحجم ده كده. الحل ايه والعلاج ايه؟ يعني انا مش عارف مثلا ااكل انا ده، اشيل ده، احط ده، نعمل ايه بالظبط علشان نعالج المشكله دي؟ والمشكله دي اساسها بيجي منين يا رجاله؟ عشان تبقى فاهم بس الجزئيه ديت كويس جدا. المشكله ديت اساسها القص خايبين. قص خايبين يعني ايه يا عم وليد القص خايبين؟ القص يا رجاله ما عندهمش مهاره ان هم ياكلوا الزغلولين. ياكلوا واحد بيدوا 3/4 الاكل الواحد وربع كده لواحد تاني. تاني حاجه ده علشان كبير شويه فكل اكل الزغلول الصغير كله، بيبقى رقبته اطول، بيطول الاهالي اسرع واكتر، فبينوبوا نسبه كبيره من الاكل. ده اللي بيخلي يبقى ده عمال حجمه ينمو 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 ينمو، والتاني برضه ضمران كده او بينمو على بطء، واحيانا كمان يقع مننا ويموت. طب الحل ايه والعلاج ايه؟ الحل الجذري الرجاله، والعلاج الجذري هو الجوز دول لو بيبيضوا لاول مره فان شاء الله من المره الجايه هيظبطهم ويعرفوا يزقوا الزغلولين وياكلوا الزغلولين ويكبروا الاثنين، وبعد كده تحطوا لهم 2 و3 كمان. ده جزئين. طيب جوز تانيين بقى هم اصلا خايبين وحزانه وزقهم ضعيف ويزقوا لي واحد ويسيبوا واحد. الحل ايه بقى في القصه ديت؟ انا عندي يا رجاله حل جذري بيقول ان انا عندي في المرتبه الاولى حاجه اسمها الترحيل. حاجه اسمها ايه الترحيل؟ يعني ايه كلمه الترحيل يا وليد؟ يعني برحل الزغلول الصغير. برحل الزغلول الصغير، بشيل الزغلول الصغير من مع الاهالي وبلف كده عليه دي كده على المحاضن شمال ويمين، افضل ادور لحد ما الاقي قص يكونوا مطلعين زغلول في نفس حجمه واقوم نقله معاهم. طيب لو عندي في محضن تاني زغلول صغير وزغلول كبير، وعندي في محضن مثلا عين رقم 10 زغلول صغير وزغلول كبير، وعين رقم مثلا 25 زغلول صغير وزغلول كبير، والزغلول الكبير هنا قد الزغلول الكبير هنا، بقوم ناقل الزغلول الكبير مع الزغلول الكبير وشايل الزغلول الصغير مع الزغلول الصغير، وبكده ابقى انا حليت المشكله. طب هيجي لي واحد دلوقتي يقول لي والله اللي انت بتقوله ده زي الفل، بس انا للاسف انا كل اللي عندي جوزين 3 كده على قدي، او لما جيت الف بيه الزغلول الصغير عشان ارحله ما لقيتش بصراحه جوز بيضين في نفس حجمه. يعني مالهاش حل خلاص بقى اسيبه يموت؟ يعني انت طالع تقول لنا ترحيله وخلاص؟ لا طبعا مش طالع اقول لك ترحيله وخلاص، انا طالع اقول لك حلول كتيره علشان تقدر تعالج بيها المشكله دي. تاني حل ممكن نعالج بيه المشكله ديت ان احنا ناكل الزغلول الصغير او نساعد الزغلول الصغير. المفروض ان انا كنت اخليه
تالت حل بس هخليه لك برضه تاني حل علشان ما نفقدش الزغلول. يبقى تاني حل ان انا اعمل ايه؟ اعمل شويه ميكس لبه كده على قد الزغلول الصغير، ما الكبير خلاص اكل، وبقوم مساعد انا الزغلول الصغير لحد بس ما يتنطر شويه كده ويقدر يمد رقبته للاهالي وياكل منه. انا بساعد الزغلول الصغير وبالتالي كده برضه عديت بيه. طيب مفيش حل تالت اقول لك برضه كويس كده، لان بصراحه كده مفيش اجمل من لبن الام والاب كده، ولا في اجمل من زق الام والاب، فمفيش حل تاني. قلنا طبعا يا اما نساعده يا اما لما اجي اكلف الزغاليل انا بمد ايدي وباخد الزغلول الكبير بشيله حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع في اي مكان، يعني في جردل فاضي في علبه فاضيه بقوم حاطه، مثلا عندي علبه مثلا فوق السلاكه زي دي كده، بقوم جايب الزغلول وحطه فيها وحطه فوق المربوعه او فوق العشه شباب. وبالتالي مين اللي تحت الاهالي؟ هتقول لي الزغلول الصغير. طب هم هياكلوا مين؟ هياكلوا الزغلول الصغير اجباري. طيب هو انا لو عملت كده ورجعت الزغلول تاني الكبير ممكن يكونوا نسيوه ولا حاجه؟ الكلام ده كلام مش مظبوط. يعني ان انا اشيل الزغلول الكبير شويه لحد ما يزقوا الزغلول الصغير وبعد كده برجع الزغلول الكبير تاني، ده كلام صحيح بنسبه 100%، وبالطريقه دي هتبقى انا حافظت برضو على الزغلولين. في نقطه مهمه بقى حابب ان انا اقولها لك. انا دلوقتي عندي جوز مثلا حضان بيزقوا زغلول وزغلول، زقهم مش قد كده، وعندي جوز تانيين بسم الله ما شاء الله ممكن نقول عليهم صواريخ. المفروض ان انا كواليد احافظ على مين واكتر من مين واستغل مين اكتر، واخلي الجوز 2 و3 و4 من نفس النوع، اللي بيزقوا زغلول وزغلول ولا اللي بيزقوا الزغلولين مع بعض وبيخلوهم الاثنين حجم واحد كده؟ من غير كلام يا شباب هتقول لي طبعا بكتر او بخلي السلاله اللي بتزق الزغلولين دي اللي انا بحافظ عليها، وبحاول بقدر الامكان اجتهد مع الجوز دول اللي هم بيزقوا زغلول وزغلول وادي لهم فرصه واثنين وثلاثه. بعد كده انا مش ناقص مرضيه ولا ناقص وجع قلب. من زمان قوي يا رجاله موضوع زغلول وزغلول ده اختفى من عندنا من السلاكه، يعني واحد صغير واحد كبير اختفى، لان دايما انا كنت بركز على السلالات او على الحمام اللي بيزق اولاده بشكل كويس. اللي بيزق اولاده ايه بشكل كويس. بدات يوم ورا يوم وموسم ورا موسم استبعد الحمام اللي زقه ضعيف او بيزق زغلول ويسيب زغلول. عرفتوا يا رجاله الحلول؟ عرفتوا بنعمل ازاي وبنتعامل ازاي مع الزغلول الصغير والزغلول الكبير؟ الحلول اللي انا بقولها لك ديت يا رجاله حلول من بعد الاخر. يعني كنا زمان من 2020 و2018 و2019 في مصطلحات ومفاهيم احنا فاهمينها غلط، مش عارفين اصلا هو ايه السبب اللي بيخليه يطلع صغير وكبير. وكان الفكره اللي لازقه في دماغنا اللي هي جزئيه ده هي بس اللي تاب البيضه الاولانيه فبتنام على البيضه الاولانيه وترجع بعد كده البيضه الثانيه، فالبيضه الاولانيه بتطلع على البيضه الثانيه، فعشان كده زغلول بيطلع قبل زغلول. مفيش الكلام ده. بنسبه كبيره يا رجاله بيبقى الفرق بينهم ساعات، والجزء لو شطار وناصحين بيزقوا الزغلولين. في نقطه اخيره هتكلم فيها قبل ما اقفل الفيديو، وهي انا لو ربنا مثلا كرمني وراضيني بعش صوافات، المفروض ان انا بحطهم في محضن واحد. عندي مثلا قص ما شاء الله بقى شاريهم برقم، شاريهم ب7 8 ب 10000، يا عم عندي جوز شاريهم ب1000 حد، تمام، وبضوا ضبطين وطلعوا الزغلولين ماشي. الصح ان انا اعمله ايه عشان احافظ على الزغلولين اللي هم الغاليين اللي انا مستنيهم طول الموسم؟ انا يا رجاله بحاول وبقدر الامكان ان انا احط زغلول تحت هنا وزغلول تاني تحت هنا، بحيث ان انا اوزع الزغلولين، ما يبقوش الزغلولين تحت جوز واحد، يبقوا الزغلولين زغلول تحت جوز وزغلول تاني تحت جوز. انا بالطريقه ديت بحاول احافظ بقدر الامكان على الزغاليل الغاليه عندي، الزغاليل اللي هي عزيزه، الزغاليل اللي هي كان نفسي افرخها. يا رب الحلقه تكون فادتكم في جزئيه زغلول صغير وزغلول كبير، وان شاء الله في حلقات تانية هنبقى نوريكم كمان عملي ازاي بنرحل الزغاليل وازاي بننقل الزغاليل. بس ان شاء الله في يوم تاني يكون معانا احمد عبد الرحمن. كان معكم يا شباب اخوكم وليد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.